الهاشمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مساءكم سعيد جميعا. قبل البدء بالكلام ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها علينا الشاب مصعب يمزش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بسم الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. يوم الحداد الشركسي
أو يوم الحزن الشركسي، يوم الحداد والتهجير القسري، سمه ما شئت. هو يوم الذكرى السنوية لانتهاء الحرب مع القيصرية الروسية الظالمة في 21/5/1864، وخسارة الشركس لهذه الحرب وخسارتهم أرضهم واستشهاد ما يقارب من 2,000,000 نسمة من أجدادنا، وتهجير 90% ممن بقي منهم على قيد الحياة تهجيرا قسريا مأساويا عن أرض وطنهم الأم شمال القفقاز. إن الشراكس في الأردن يشاركون أبناء أمتهم في الوطن الأم والمهجر الموزعين على 45 دولة حول العالم إحياء هذه الذكرى، وهم يتذكرون ويستذكرون إرادة الأجداد في الدفاع عن وطنهم الغالي والمآسي التي حلت بالأمة والوطن جراء العدوان القيصري، ويترحمون على شهداء أمتهم. أرجو أن نقف دقيقة صمت ذكرى لشهدائنا. شكرا لكم. والكلمة الآن لعطوفة رئيس الجمعية الخيرية الشركسية الأستاذ زهدي جانبيك، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. ولم يتركوا جريمة والقلوب نهضت إرادتنا من جديد، نهضت إرادتنا التي عجزوا عن قهرها وتحطيمها، نهضت الإرادة واستفاق الأبناء والأحفاد من هول المأساة، فتوكلوا على الله العلي القدير وبدأوا بإعادة بناء ما دمرته الحرب، فأعادوا بناء الإنسان الشركسي بفروسيته وشهامته ومروءته وسمو أخلاقه. فلم تمض سنوات قليلة على المأساة إلا وكان منا القادة الذين سمت أرواحهم فوق جراحهم، فأسسوا دولاً وبنوا أوطاناً وتابعوا مسيرة حضارة عريقة، وبدلاً من أن يطلبوا مساعدة العالم قدموا المساعدة للآخرين، فكانوا فرساناً في الحرب، فرساناً للسلام، ورواداً في البناء. نعم، لن تكون ذكرى هذا اليوم نهاية شعب، ولن ننسى 153 سنة مضت على مأساتنا. لم تتمكن هذه السنوات العجاف رغم قساوتها، لم تتمكن من قهر إرادتنا، لم تتمكن من محو ذاكرتنا. سنحمل المأساة في ذاكرتنا، ولكننا لن نتوقف عندها، ولن نتوقف عن البناء. نستذكر مأساتنا اليوم ونترحم على أرواح شهدائنا الذين رووا بدمائهم مشارق الأرض ومغاربها، ترابها ومائها. ولكننا ورغم الحزن سنمضي قدما على درب الوفاء للشهداء، محافظين على العهد بأن نعمل معا ونبني مستقبلنا، ونعد أبناءنا ونعدهم لغد مشرق ملؤه الحرية وملؤه السعادة بإذن الله وملؤه الوطن. رحم الله شهداءنا وأعاننا جميعا
على حمل الأمانة ووفقنا إلى ما فيه خير أمتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لقد دامت رحى هذه الحرب عشرات السنين، وكان من ضمنها الحروب الدفاعية التي قادها أحرار القفقاز، وتلتها حروب دفاعية مجيدة في مناطق عدة بالقفقاز كانت تمثل استمرارا للروح الجهادية الشركسية والفروسية الرفيعة ضد الاحتلال، لكنها توقفت في 21/5/1864، وهو اليوم الذي أعلن فيه انتهاء الحروب الاحتلالية الاستعمارية لشمال القفقاز، الأرض التاريخية والوطن الأم للشراكسة. فكان ذلك اليوم الأسود المشؤوم للشراكسة الذي اعتبروه يوم الحداد الوطني. والكلمة الآن لسعادة السيد خير الدين باشا هاكوز، كلمة المجلس العشائري الشركسي الأردني، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة، السيدات والسادة، الحضور الكريم، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أتناول كلمتي هذه نيابة عن مجلسنا العشائري الشركسي الأردني. الإخوة والأخوات الأكارم، تحيي الأمة الشركسية في العالم سنوياً ذكرى يوم الحداد الشركسي شغمافة بأساليب مختلفة، مهرجانات خطابية ومسيرات صامتة واعتصامات أمام سفارات روسيا الاتحادية في دول مختلفة في العالم بكل أسلوب حضاري دون أن يرافقه أي عنف أو فوضى، تعكس الصورة الطيبة التي عرف فيها الشراكسة أينما وجدوا في جميع أنحاء العالم. وقد توج هذا كله في مخاطبات دولية متعددة ولقاءات لرئيس وأعضاء اللجنة الخارجية في مجلس الدوما من قبل وفد مؤلف من ممثلين عن شراكسة المهجر من دول مختلفة، ورئيس الجمعية الشركسية العالمية، وممثلون عن البرلمانات المحلية للجمهوريات الشركسية في روسيا الاتحادية، وممثلون عن الجمهوريات في مجلس الدوما. وكان في الاجتماع مع الوفد الأردني الذي مثل الجمعية الخيرية الشركسية ممثلاً عن البرلمانيين الشراكسة في الأردن محدثكم. وقبل اللقاء تم عقد اجتماعات 3 للوفود، وحدد خلالها طلبات واحتياجات شراكسة المهجر كاملاً بالاتفاق مع البرلمانيين من الجمهوريات الشركسية ال3، وتم طرحها على اللجنة التي وعدت بأن تعرضها أمام المجلس مع قناعاتها بهذه الطلبات والحقوق المطروحة. لا أريد ذكرها هنا لأنني ناقشناها قبل الذهاب وبعد العودة.
أيها الإخوة والأخوات، كل عام وفي مثل هذا اليوم نحيي ذكرى هذا اليوم المشؤوم بكلمات عديدة في مختلف أنحاء العالم من الشراكسة جميعاً، نستذكر فيها الحرب التي دارت رحاها 100 عام بين جيش نظامي مجحفل لدولة قوية من الدول الخمس في العالم مقابل شعوب مسلحة بأسلحة بدائية ولم يناصرها أي قوة خارجية، وحتى الدولة الإسلامية التي كانت في تلك الوقت هم تحت حمايتها استعانوا بها، ولكن للأسف لم تكن هناك آذان تسمع، وانتهت بما انتهت إليه باحتلال كامل أرض القفقاس ومحو الهوية كاملاً، تهجير الأغلبية العظمى تهجيراً قسرياً خارج القفقاس إلى 47 بلداً في العالم، السيطرة على جميع مدن وقرى القفقاس وتدمير أغلبيتها وإغراق البعض منها في مياه السدود الصناعية، الفصل بين القرى الشركسية المتبقية بمدن كبرى جديدة